قبل تتوقعون شباب بعطيكم توقعاتكم بذكركم فيها عشان تحرصون على توقعات بكرة. تمام؟ جمال مبارك توقع من النهاية. قول لي من النهاية، أطراف النهاية، أعطيني أطراف النهاية. السعودية والإمارات. السعودية والإمارات. عثمان. الأردن والمغرب. عادل. الأردن والمغرب. عمار. الأردن والمغرب. حسام. المغرب والمملكة العربية السعودية. رواس. من البداية قد صرحنا الإمارات والسعودية. محمد الأحمري. الإمارات والسعودية. نشأة أكرم. السعودية عليلو. ممكن السعودية والمغرب. أحمد السعيد. السعودية والإمارات. باراكوتا. السعودية والمغرب. مايد. السعودية والإمارات. الخليج يلعب مع الخليجي ولا؟ لا مش كذا، توقع فريق دولتك ما يقول. طيب أنا تعرف اللي عجبني فيكم البعض يعني عنده ثقة، قال مثل ما قلنا من البداية يعطيك التوقع الغلط يعني. مش غلط. كان الإمارات ما حد يتوقع ولا حد، كلكم شحتوا. هي اساسا حتى خالت كاس العالم والفيفا والعالم كله انت لا ترشيحات. تبرر، احنا نمزح احمد، نمزح يعني عادي عادي. البرازيل ترى هذا توقع. لا لحظه، البرازيل 20%، اسبانيا 19، فرنسا 15، حط طاري البرازيل 10 لا 10%. ايه نسبة تناسب اللي يشيل كاس العالم. نحن الامارات ولا واحد ممكن اعطيه 0%، وصلنا دور الاربعه معناه نظره فنيه. نتفرج في مقابلتهم الاول وبيصعدوا. حتى الاردن قلنا قلت لك بدايه السعوديه طيب والامارات والاردن. ناخذ توقعات. توقعاتي صحيح. جمال عطني من هو البطل ومن هو الثالث بكره. والله ابو جاسم، اول شيء نوصل رساله حق الجمهور كالعاده ابو محمد، ان نتمنى باكر النهائي يكون الجمهور اللي حضر الملعب اللي قابل الفوز يتقبل الخساره. نخلي ختامها مسك مع اخواننا واهلنا في قطر، الاحتفاليه تكون جميله مره واحده، النهائيه تكون حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. توقعاتي يا ابو جاسم ان يعني المغرب الاول والثالث الامارات. الله يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله الأردن والسعودية. مليوني بيرجع. عادل. مليوني. المغرب البطل، وصيف البطل الأردن، المركز الثالث السعودية. كان موقف. عمار. أردن بطل، مغرب الثاني، السعودية الثالث، والإمارات الرابع. طلع لي صوت مايد الخليفي واحمد السعيد لو سمحت مخرج. فهد. المغرب البطل، الثالث السعودية. احمد الرواس. الاردن بطل والامارات الثالث. رحنا ملح. توقعنا هذاك من هناك. على الاقل انا ثقت في فريقك، وانت فريقك اللي المفروض تكون فني وتعرف الاحتياط حتى ما رشحته. على الاقل انا وديت الدور الاربعه، انت ما قلت حاجه الا مع الغلطه من مدربك اللي غلط، والعناصر اللي نحن بنينا على افكارنا طلعهم برا وحط ثاني. ضل يسب عكوز محمد الأحمري. وما بتذكر ما قلت لك محمد الأحمري. قلت لك الاردن والسعوديه والامارات صحيح 100%. الاردن يا محمد الأحمري تفضل. لازم انتم تتعكسون. انا ما عكستك الحين. لا هو جبنا لقيت ما عليك منه، هو قلت لك خليك احسن مني يا اخي. ما اعطيهم تقرير عبد الله معرفي اللي سماني سقراط وملك التوقعات. الجمهور كلهم يقول حق الرواس ما يتدخل فينا، ما يرشحنا ابدا، خليه يبعد عنا. والله اذا انت وكيل جمهور، انت تعرف 3-4 بالملايين. اذا وكلك 3-4 يعني وكلك الملايين. قديش بيعرف ابو شهاب؟ ترى شو لي مسجات ما يجوز تتكلم. خليه يبعد عنا. قالوا لي ما عندك حاجه، ما له خص فينا حاجه شرعيه. طيب يا شباب، محمد الأحمري. والتوقعات الاول كصعب. خلاص يا احمد الرواس. احمد وما انت خليه يتكلم بعدين احنا ندير يا اخي تكلم يا اخي. نروح نرقد يا اخي. عبد الله ما اعرف ساكتين يا خالد، ماكلين المر وساكتين يا خالد. اوكي محمد. محمد. اولا ان شاء الله نتوقع نهائي يليق بالختام باذن الله. نتوقع المغرب
الامارات. نشأة. اوف لحظة. قوية. ها؟ الامارات. ليش؟ لاني اتوقع ان المنتخب السعودي راح يلعب بالصف الثاني بناء على المعلومات. يعني بس اذا حتى نفترض يعني معلوماتك عن تشكيلة مباراة النصف النهائي كانت خطأ. والشغلة الثانية، واذا لعب المنتخب السعودي بالصف الثاني يعني شنو؟ ما في طموح، ما في لعيبة، ما في يعني مو حكايه انت قاعد تنتقص من منتخب وطنك الثاني. لا يا ابو جاسم، لا المساله امكانات وقدرات. وحنا اتفقنا في موضوع زي هذا، انا اتمنى انه يستمر على المنهجيه بغض النظر عن الفوز او الانتصار، وهذه جزئيه من التوقع، لانه الامارات اعتقد انه في دوافع حتى في دوافع خصوصا الجوائز الفرديه يعني سالم كانه ممكن تصنيف، لا ننسى التصنيف هم مهم ايضا كانه ما يلعب مصاب. احمد السعيد توقعاتك نشأت لو سمحت نظرتك تفضل انتبهت لها. الله اعلم. الفرق اللي راح تعرف تدافع راح تفوز، اللي هي الاردن والامارات. سيدي علي. انا نظن يروح تكون تعادل ويروحوا لي بينالتي. اثنينهم؟ بينالتي انت ما تبي تزعل حد. ايه نعم ما تبي تزعل حد. دبلوماسي، انت دبلوماسي. لا والله هذا رأيي نشوف هكذا. في المبارتين؟ لا نهضر على المغرب لا والسعودية والامارات. انا بعد ما سمعت الكلام هو يجيب الصحيح، انا نظل نقول الامارات هي الثالثه. طيب البطل خالد اعتقد الاردن هو البطل. الاردن وان شاء الله الامارات الثالث. اتبع انت سمعت عثمان؟ والله العظيم قسما بالله حيرتنا والله ما احنا فاهمين ايش سمعت؟ شو بدك؟ سمعت؟ يعني انت مو كل ما يحكي تقوم عليه، انت مو كل ما يحكي تقوم عليه. يا يا عمي عم مرش حق طلع. انت اللي ضحكت عليه، انت اللي قلت له احكي الاردن، انت اللي ورطته. والله لا. يا ابو سعيد شو بدك انت؟ تعال فهمني، تعال قدم لي وجهك هون. تفضل. الك ساعه بتوقف تقول لجمال كيف بتدافع وكيف بتوقف والبلنتي وخمس بلنتيات وخمس بلنتيات يا اخي لا لك احصائيات هاي شوي. وبعدين اول كلمه شو حكاها عن فريق المكافآت. الظاهر قرأ مكافآت. الظاهر قرأ كومنت. زعلان لي على المكافآت. انا احب الاردن ظهر قرأ كومنت. انت شكله اجوك شو اسمه معزه خاصه. اللائحه هاي الجلد اجتك على التليفون. وما حد كان المنسف الا انا والرواس هناك رحنا بروحنا. يعني اكلت خلص تسجل الاردن. الحال بالكاميرا بعد صح بروحك. والله في شو بروحه ما شفتك صح. لا ريتك انا وياك يا عمي اذا فزت بكره كله مناسب سيدي حاضرين. تعدل شغلك. باراكوتا. لا مش هيك. البطل مين والثالث مين؟ منتخب الاردني الاول. ها انسى غير البطل، خلي اللي بجوش انساه. انا اكلمك عن المباراه. منتخب الاردني الاول. ايوه. منتخب المغربي الثاني. منتخب السعودي الثالث. منتخب الامارات الرابع. مايد. المركز الاول بيكون تعادل واوقات اضافيه. ها؟ النهائي في تعادل واوقات اضافيه. ممكن. والثالث والرابع انا اعتقد الامارات الثالث. من البطل؟ والله اعلم ان المغرب الاول. طيب سيدي علي. نعم عطني البطل. قول صعيب صعيب ولكن طبعا المغرب. عمار من البطل؟ اردن، انا مرشح الاردن. انت مرشح الاردن. والثالث والرابع ذكرني. الثالث السعوديه والامارات. الثالث والرابع. مباراة بين مركز مين منهم؟ مين راح يفوز؟ لا عمار كده نام. عمار كده كيف انا اعطيتك الاردن المغرب عم مش بلحق. ومن بعد السعوديه ومن بعد الامارات. خلاص روح انت روح نام، باين تعبت. ها يعطيك الصحة اخوي. امبارح ولا عايشك. زين بكره المباريات راح عادل ما توقع. عادل لا يبقى عادل عنده شعر يقول. عادل وعثمان يعني يقول انك كل واحد بيقول بلاده. لا مش والله ما عنده شيء. فهد وجمال اطلعوا منها. والله العظيم عنده والله. رجال الاخوان الكويتيين اطلعوا منها. كلمه في حق. لا يسيطرون عليك الاخوان الكويتيين. لا ما السيطره والله. الله كلمه يخليك. في حق الزملاء فقط. لا بس خلاص. تفضل. باكر بالختام. تفضل. قصيدة النهاية. باكر الختام. لا مش قصيده. برنامج المجلس على قناه الكاس. مجمع الاخوه احلى بخير الناس. مقدم كفء خالد جاسم. مايسترو كحاكم ناظم. كريم عطاء. سيد خادم. جامع الآراء بود حاسم. باليمين
وروح دعابة محمد بركات الصحابة. وبالشمال كخير جليس خالد الخليفي بفكر أنيس. وعلي بن الشيخ أسطورة كلمات موزونة مبرورة. حسام الدين بقلب وقر بخلقه أحببنا جزر القمر. محمد الأحمري طيب المعشر مؤدب الحوار مقتدر. أسد كرة العراق محترم ودود طيب نشأة أكرم. أحمد السعيد البسمات طموح بنخوة الإمارات. قيدومنا أحمد رواس عميد حسنا بإحساس. عمار جمل قول رزين نجم تونس الياسمين. تروح من السلفادور ما سمني. بجنبي مجادل لطيف جمال مبارك الظريف. والتحية لأحمد عزام السوري كريم المقام. والتقدير لفادي العتال فلسطيني أبدا بالبال. وعبد العزيز أشرف بحريني كلام ألطف. محمد أحمد بن سودان أشرف. له ود كما لكل الخلان. والأخ عثمان الحسنات كأس العربين بالجزئيات. أهل المجلس أنسنتموني تحيات عادل الرحموني. صح لسانك دي ابو جاسم انا ليش مالي شيء؟ ما قال عن فهد. ما فهد جارك انا ليش مالي شيء؟ تو ساكت تو ساكت. تستاهل انت مش معنا تستاهل. تو ساكت لما سمني فكرت تو ساكت. لا اسمع مهبة جارك لا ومدلعك بعد. ايه شوف ها شوف دلع وتعطي سنطرة ها. ولا حتى بيت من ال 36 اللي قلت يلا زيد بيت في الاخر وخلاص. قول له فهد الانصاري يجرح ويداوي على الكل لان يعني تعود يجرح ويداوي. يمزح معك. طيب عنده بيت ثاني. بكره على فكره الجو بكره الجو بارد ترى وفي احتماليه سقوط امطار والعلم عند الله سبحانه وتعالى. خذ الحذر يعني حط في بالك مظلتك معاك ثقل شوي في لبسك بكره. انا ما نداوم بكره انا بارد مقدر. ها مع الدوام انا بداوم يا احمد الرواس. لكن احنا ان شاء الله راح نكون وياكم الساعه 1:15 باذن الله تعالى الظهر. اول مباراه المركز الثالث والرابع راح تكون الساعه 2 توقيت الدوحه في استاد خليفه الدولي بين السعوديه وبين الامارات. والنهائي الكبير راح يكون الساعه 7 بتوقيت الدوحه في استاد لوسيل بين الاردن والمنتخب المغربي. 1:30 ان شاء الله احنا معاكم على الهواء مباشره. مع السلامه.